ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو اللي فات شرحنا linear regression وعرفنا ان الخط الاحمر اللي انتوا شايفينه ده هو احسن خط بيفت الداتا اللي موجوده عندي، يعني احسن خط بيمثل البيانات. طيب هو الموديل عرف منين ان الخط ده هو احسن خط؟ وازاي عرف ينتقل من خط وحش لخط احسن لحد ما يوصل لاحسن خط ممكن؟ في الفيديو ده هنعرف ازاي الموديل بيقيم نفسه وازاي بيتعلم خطوه بخطوه لحد ما يوصل لاحسن بارامترز اللي هي بتتحكم في شكل الخط يترسم إزاي إن هو يبقى أحسن خط ممكن. خلّينا بقى نبدأ بrecap سريع كده. إحنا في الفيديوهات اللي فاتت قُلنا إنه الtable ده أو الbox ده هو عبارة عن الtraining data وهي بتتكوّن من حاجتين الfeatures والtarget، وإحنا كان كل هدفنا إن إحنا نلاقي relation ما بين الfeatures والtarget. فبنحاول ندrive equation يعني نطلّع معادلة تربط ما بين الاتنين. في حالة الlinear regression إحنا افترضنا إن العلاقة ما بينهم خطية، ف بقت الequation اللي إحنا عملنا لها drive هي linear equation. نقدر نقول عن الequation اللي إحنا بنطلعها أو الfunction هي prediction function أو hypothesis function. وطبعًا أنتم عارفين إنه الlinear equation بيعبّر عنها wx+p. طيب استفدت إيه أنا لمّا طلعت الequation بتاعتي؟ لو فرضنا إنه أحسن قيم parameters اللي هم الw والb 3 و1 وعوّضنا بيهم في الequation اللي موجودة عندي أو الprediction function، أنا بقيت أقدر أتنبأ بأي قيم جديدة حتى لو هي مش موجودة في الtable اللي موجود عندي أو في الdata اللي موجودة عندي. يعني لو جبت أي size مش موجود من ضمن الsize بتاع الdata اللي هو اتعلم منها زي 2 أو 4 أو 5 وعوّضت في المعادلة دي، هاقدر أجيب أي سعر بيت أنا عايزاه، حتى لو هو مش من الdata اللي اتعلم منها. إحنا اتفقنا إنه الmodel بتاعنا مش perfect، يعني إيه مش perfect؟ يعني بيغلط في توقعاته. يعني الخط مش هيبقى بيfit الdata بالضبط، يعني مش بيعدّي على النقط بالضبط، مهما عملنا أصلًا هو مش هيعدّي على كل النقط بالضبط. طيب أنا باقيس إزاي الerror للنقطة الواحدة؟ الerror هو ال المسافة ما بين الobserved value والpredicted value. الobserved value دي هي القيمة الحقيقية، اللي هي القيمة اللي موجودة عندي في الdata، الpredicted value القيمة اللي الmodel طلّعها، ناتج طرحهم هو ده الerror، وساعات بنسميه residual. هي القيمة أو المسافة العمودية دي ما بين النقطة الزرقا أو النقط الزرقا والخط الأحمر، يبقى أنا كده جبت الerror للنقطة الواحدة. طيب عايزة أجيب الerror للdata كلّها. ليه عايزة أجيب الerror للdata؟ لإن أنا عايزة أقيّم الdata كلّها، مش عايزة أقيّم نقطة واحدة. طيب إزاي أحسب الerror ده؟ باحسب الerror ده عن طريق حاجة اسمها الcost function. الcost function دي هي اللي بتعبّر عن الخطأ في الdata اللي موجودة عندي، أو الخطأ بتاع الmodel. آمم هنعمل إيه؟ الcost function هي أنواع كتير، كل نوع ليه طريقة باحسبها بيها. إحنا في الفيديو ده هنستخدم الmean squared error. الmean squared error هنستعمله ليه؟ هو في الفيديو ده إحنا بنشرح الlinear regression، فهو الأكثر استعمالًا مع الlinear regression لعدة أسباب هنذكرها دلوقتي. الcost function بنعبّر عنها G of W وB عشان هنستخدم الرمز ده كتير بعد. طيب برضه هنحسب الerror على الdata كلّها إزاي؟ بسيطة، يعني ما تتخضوش من شكل الsummation ده والرموز كتير اللي أنتم شايفينها، هنفسّر كل حاجة لوحدها. الFWB ده هو إيه؟ هو ده القيمة اللي الmodel طلّعها، الprediction بتاع الmodel اللي إحنا كنا شايفينها على الرسم اللي هي دي predicted value، اللي هو بتعدّي كده على الy axis وتخبط في الخط، يبقى هي دي القيمة اللي طلّعها الmodel بمنتهى البساطة. وكنا بنجيب القيمة دي منين؟ من الlinear equation بتاعة الstraight line اللي إحنا اتكلمنا عليها في الslide اللي فاتت. بنعوّض هنا بنجيب القيمة، بس بنطرحها من القيمة الحقيقية اللي هي الpoints الزرقا اللي أنتم شايفينها دي، بعد كده بنربّعها الكلام ده لنقطة واحدة، وبعدين بنجمع لكل النقط، وبعدين بنقسمهم على عدد النقط اللي موجودة عندنا. طيب أكيد دلوقتي في سؤال جه في بالكم، إحنا ليه ربّعنا الerror اللي موجود عندنا ما سيبناهوش زي ما هو؟ لإنه طبيعي ممكن القيمة اللي يطلّعها الmodel مرّة تطلع أكتر من القيمة الحقيقية،
وساعات ممكن تطلع أقل من القيمة الحقيقية، فهتبقى في قيم موجبة وقيم سالبة، فممكن الموجب يشيل السالب، فإحنا مش عايزين كده، عايزين الerror بيعبّر عن قيمة error حقيقية، وكمان ليها هدف تاني برضه إن إحنا عايزين آآ نكبّر تأثير القيمة نكبّر تأثير الerror الأكبر. ممكن لو ما فهمتوش الجزء ده هنعيد شرحه تاني في فيديوهات جاية، بس أهم حاجة تعرفوا إن إحنا ربّعنا عشان القيم الموجبة ما تضيّعش السالب. تمام. بعد ما حسبنا الcost function وعرفنا الرمز بتاعها، أنا بأكد إن أنتم لازم تبقوا عارفين إنه الcost function بتعبّر عن G في WP. وبقى هدفنا الأساسي إن إحنا نminimize الcost function دي، يعني نجيب أقل قيمة ممكنة ليها، كل ما القيمة بقت أقل، كل ما ده بقى أحسن للموديل بتاعي وأحسن للline، يعني الline اللي ليه cost function أقل هو موديل يعني line أحسن. طيب إيه ده بقى؟ إحنا اتفقنا إن إحنا أي حاجة في الmachine learning بنعبّر عنها بvisualization ليه؟ عشان بيسهّل الفهم. طيب إحنا اتفقنا إن الcost function هي function في الW والB اللي هُم الparameters بتوع الموديل. طيب أنا عندي الW والB وال والfunction نفسها، يبقى أنا كده عندي قد إيه؟ 3 هيبقى في 3 محاور، يبقى الvisualization بتاعها الرسمة بتاعتها هتبقى 3D مجسّمة. طيب إحنا عايزين نشوف شكلها عشان بعدين لمّا نيجي نشرح يبقى الفهم يبقى بسيط. اللي أنتم شايفينه ده إيه؟ ده شكل الcost function طالع إزاي؟ إحنا بنقعد نجرّب قِيَم مختلفة للW الM ده هو الW والB نقعد نغيّر القِيَم دي كتير، 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 كل تغيير في القِيَم دي بيعبّر عن قيمة للcost function شايفين كل أمّا القيمة دي تتغيّر، كل ما في نُقط حمرا جديدة بتتغيّر لحد ما ترسم الشكل ده. الشكل ده اسمه pear shape أو convex function ده شكل زي بولة الشوربة كده، هو ده شكل الcost function في الlinear regression اللي هو الmean squared error. إحنا بقى هدفنا إيه؟ إن إحنا نوصل لأقل قيمة، أقل قيمة ممكنة في الرسمة. أنتم شفتوا طبعًا إنه مع تغيير الW والB الخط بيتغير، رسمه بيتغير، والنقط اللي موجودة دي مكانها بيختلف على الرسمة لحد ما ترسم لي الشكل ده. المهم تطلعوا بالslide دي إن أنتم فاهمين إيه، الشكل بتاع الcost function يبقى bowl shape كده أو convex function شكل بولة الشوربة، تعرفوا إن ده الشكل بتاع cost function linear regression. بعد كده بقى عايزين نركّز إنه هدفنا الأساسي إن إحنا نجيب القيمة دي، اللي هي أقل قيمة في ال في ال في ال في الرسمة دي، اللي هو بنسميها الglobal minimum أقل قيمة للcost function اللي أنتم شايفينها لو ده طبق الشوربة فده القاع بتاعه، إحنا عايزين نجيب القاع بتاعه، وهي أقل نقطة فيه. ليه بقى؟ لإنه أقل قيمة للcost function دي هتطلّع لي أحسن parameter الW والB أحسن line يعني، والأحسن parameter بتطلّع لي أحسن line. طيب إزاي نجيب الglobal minima دي؟ هو إحنا ممكن نعمل زي الرسمة اللي كانت بتتغيّر دي، نقعد نجرّب كل القيم المحتملة لحد ما نوصل للglobal minima؟ هو theoretically نظريًا ممكن نجرّب كل الاحتمالات الممكنة، بس لو جرّبنا كل الاحتمالات الممكنة، هنجرّب كام احتمال، وبناءً على إيه هنجرّب، وهياخد وقت قد إيه؟ فأنتم شايفين هل ده حل عملي؟ لأ طبعًا، عشان كده ظهرت حاجة اسمها الgradient descent. إيه هو الgradient descent؟ الgradient descent هو algorithm أو technique. الalgorithm أو الtechnique ده بيعمل إيه؟ بيminimize أي function. يعني إيه بيminimize أي function؟ يعني بيقلل أي function. في الmachine learning بنستخدمه عشان نقلل الcost function اللي هي الfunction بتاعة الerror اللي بتحسب لي الerror على الdata كلها. حالتنا هنا هنستخدمه عشان نقلل الerror على الcost function للlinear regression عشان نوصل لأحسن parameters. طيب الgradient descent ده شغال إزاي؟
كفكرة عامة بدون الدخول لسه في تفاصيل الماشين ليرنينج أو الmath. تمام، إحنا ممكن نقول حاجة من أرض الواقع عشان تتخيل هو بيشتغل إزاي فعلًا، وإزاي بيقلل الcost function، أو بيوصّلني بيوصّلني للنقطة دي، اللي هو أقل نقطة في الكيرف. تخيل أنت إن أنت واقف على جبل زي ما أنتم شايفين في الصورة دي، ما تركزوش على أي كلام مكتوب، ركزوا بس إنه في شخص واقف، والشخص ده واقف على جبل، عايز يوصل لأقل نقطة موجودة في الجبل، أوطى نقطة موجودة في الجبل. تفتكروا الشخص ده هيعمل إيه؟ الشخص ده مش هيمشي عشوائي، عايز يمشي بنظام. فالشخص ده هيبُص على ميل الجبل عند النقطة اللي هو واقف عندها، وبناءً على الميل بتاع الجبل عند النقطة دي، هيحدد الاتجاه اللي هو هيمشي فيه. يعني لو ميل الجبل عند النقطة اللي هو واقف عندها مرتفع عالي، هو عايز يوصل لأقل نقطة، فهيمشي في عكس اتجاه الميل بتاع الجبل. طب لو ميل الجبل عند النقطة اللي هو واقف عندها منخفض واطي، هيمشي معاه، لإن هو عايز يوصل لأقل نقطة، وبكده بقى هو عارف هو هيمشي في أنهي اتجاه بالضبط. هيقعد يكرر العملية دي، ينتقل من نقطة لنقطة عن طريق إن هو معتمد على اتجاه ميل الجبل لحد ما يوصل لأقل نقطة في الجبل، وهو بيكرر العملية دي. ده بالضبط الgradient descent شغال إزاي كفكرة عامة. طيب إحنا بقى عايزين نعكس الموضوع عندنا في الlinear regression، هنتكلم بقى في الmath وراه وإزاي التفاصيل دي بتحصل بشكل رياضي أكتر. طيب إحنا عرفنا إن إحنا الcost function عندنا في الlinear regression هي شكل convex function كده، هو شكل بولة الشوربة، وإحنا عايزين نوصل لأقل نقطة اللي هي الglobal minimum، النقطة اللي أنتم شايفينها في النُص دي، أقل نقطة موجودة. إحنا عايزين نشرح ببساطة، فإحنا الشكل بتاع الcost function هي شكل 3D، فعشان نبسّط الشرح إحنا عايزين إيه، نعتبر إن في parameter واحد بس اللي هو الW نشرح عليه، وبعد كده هنعمم على كل الparameters اللي موجودة W وB. فالشكل ده ممكن ناخد الجنب ده بس اللي هو الW والG of W وB ونرسمهم كده على 2 axes، الW والG of W، ويبقى كده نقدر نشرح عليهم، زي ما يكون خدنا الجنب ده بس. طيب الgradient descent شغال إزاي بقى بشكل رياضي، أو ممكن نقول عليها الlearning process بتحصل إزاي؟ أول حاجة بتحصل زي ما أنتم شايفين الcurve ده، إحنا هدفنا الأساسي كله إن إحنا نوصل للglobal minimum. الglobal minimum دي هي النقطة الحمرا اللي أنتم شايفينها، ده هدفنا الأساسي. الgradient descent بيعمل إيه؟ أول حاجة بنبدأ بقيم مبدئية للW، القيمة دي هتبقى إيه؟ ممكن تبقى أي قيمة، أي قيمة عشوائية، أي قيمة أنت عايزها حُطّها، 5، 2، 4، أي قيمة للW. من كتر ما الناس في الmachine learning بيستخدموا القيمة المبدئية دي 0، قُلنا خلاص بعد كده نبدأ ب0، بس أنت حُر في اختيار القيمة اللي أنت هتبدأ بيها. كده مهما اختلفت القيمة اللي أنت هتبدأ بيها في الW هتوصل لنفس النتيجة. تمام، إحنا بدأنا بالقيمة المبدئية للW قُلنا إن هي 0، بعد كده هنعمل إيه؟ القيمة اللي هي 0 دي هنعوّض فيها في الcost function اللي موجودة عندنا دي، اللي هي الJ of W وB، هنلاقي إن هي رسمناها كده على الجراف اللي موجود عندنا، إن هي بقت الX دي، عوّضنا بالزيرو في الcost function وطلعت لي قيمة، القيمة دي أهي مقابلة ليها كده على الY axis ورسمنا الX دي. طيب بعد ما رسمناها بقت الX أهي، وأنا واقفة هنا والglobal minima هنا، أنا عايزة أعرف الاتجاه بتاعي هامشي فين. عشان أعرف الاتجاه بتاعي إحنا قُلنا إيه في الفكرة العامة، إحنا قُلنا إن أنا لو واقفة على جبل وعايزة أعرف الاتجاه بتاعي أمشي إزاي على الجبل ده، باشوف الميل بتاع الجبل عند النقطة دي. نفس الموضوع في الmath، إحنا لو عايزين نعرف نمشي فين وإحنا واقفين عند نقطة، هنجيب الميل الرياضي بتاع النقطة دي. طيب ده بيودينا لحاجة، الميل
عند نقطة. إحنا زمان في ابتدائي أو إعدادي أظن أي حد خد موضوع الميل كنا بنحسبه عند نقطتين، إن إحنا كنا بنجيب فرق الصادات ناقص فرق السينات، فرق الصادات على فرق السينات سوري اللي هو y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1. ده الميل عند نقطتين، إحنا هنا عندنا نقطة واحدة وعايزين الميل عندها، فمش هينفع نستخدم القانون اللي انتوا عارفينه ده المعتاد عليه. فهنعمل إيه؟ عشان نحسب الميل عند نقطة واحدة، في معلومة بتقولك إنه عشان تحسب الميل إن أنت لو جبت الديريفاتيف بتاع الكوست فانكشن بالنسبة للW يبقى كده أنت جبت الميل عند النقطة دي. طب يعني إيه؟ لو أنت مش عارف يعني إيه الديريفاتيف أو مش عارف يعني إيه البارشل ديريفاتيف، أنصحك إن أنت تراجع الموضوع ده في اللينير الجبرا، أنصحك تراجع الموضوع ده في الكالكولس يعني، وترجع تاني للفيديو لو أنت مش عارف إيه هو الديريفاتيف. بس المعلومة اللي أنت المفروض تطلع بيها في الفيديو ده إن إحنا عشان نعرف الميل بتاع النقطة دي بنستخدم الديريفاتيف الكوست فانكشن، تحديدا بنحسب البارشل ديريفاتيف للكوست فانكشن بالنسبة للدبليو. إزاي بنحسبها مش مهم، بس المهم تعرف الكونسبت نفسه وإن إحنا بنعمله ليه. طيب إحنا قلنا عشان نحسب الميل أو عشان نحسب الميل بتاع النقطة دي بنحسب البارشل ديريفاتيف الكوست فانكشن بالنسبة للدبليو. طيب أنا استفدت إيه من القيمة اللي طلعت لي بتاعة الميل؟ استفدت إيه؟ إن أنا عرفت الاتجاه اللي أنا همشي فيه، بمعنى إن أنا لو جات لي القيمة بتاعة الميل أكبر من الزيرو، فأنا عرفت كده إن أنا لما بزود الW الكوست فانكشن بتزيد وأنا مش عايزة الكوست فانكشن تزيد، فهعمل إيه؟ الإشارة الموجبة دي بمثابة إن أنا قلت له إنه المنطقة دي عالية، يعني ميل الأرض عندي عالي، فهعمل إيه؟ همشي في اتجاه عكس الاتجاه بتاع ميل الأرض زي ما أنا كنت قايلة في الانتويشن بتاعة الجبل، فهقلل البارامتر. طيب أنا لو الستوب بتاعي أقل من الزيرو إيه اللي بيحصل؟ بزود البارامتر. ليه بزود البارامتر؟ لأنه الستوب أقل من زيرو ده معناه إن أنا لما بزود الW الكوست فانكشن بتقل، فأنا عايزة أنا عايزة فعلا الكوست فانكشن تقل، فهستمر في تزويد البارامتر. ده برضو نفس لما أقول إن أنا لما بزود نفس لما بقول إنه ميل الجبل عندي واطي، فأنا هستمر أمشي في نفس الاتجاه بتاع الميل بتاعه عشان أنا عايزة أوصل لأقل نقطة. طيب لو الستوب بتاعي equal زيرو خلاص أنا كده وصلت لأقل نقطة، فهوقف اللي أنا بعمله. ده فايدة الميل، بيعرفني الاتجاه اللي أنا همشي فيه. بنحسب الميل إزاي؟ عن طريق الديريفاتيف. القانون بالظبط بتاع الديريفاتيف وبيحصل إزاي مش مطلوب منك تعرفه قوي، بس مهم تعرف الكونسبت واستفدت إيه لما عملت أنا أو حسبت الديريفاتيف ده. طيب أنا عرفت همشي في أنهي اتجاه، بس أنا معرفتش همشي قد إيه. السلوب ده أو الميل بمثابة البوصلة، بس أنا يعني مين اللي هيحركني؟ همشي خطوات عاملة إزاي؟ خطوة كبيرة ولا خطوة صغيرة؟ أنا مش عارفة همشي إزاي. ودي فايدة حاجة اسمها learning rate. learning rate ده هو بيتحكم في حجم الستبس اللي أنا همشيها. همشي إزاي؟ خطوات كبيرة ولا خطوات ضيقة ولا إزاي؟ أنا عرفت اتجاهي، يعني عرفت إن أنا هزود البارامترز ولا أقللها، بس هزودها بمقدار قد إيه أو هقللها بمقدار قد إيه ده اللي معرفوش. طيب learning rate هو بيتحكم في حجم الستبس اللي أنا بمشيها، وده بيأثر بشكل كبير جدا على learning process. بيأثر إزاي؟ إن أنا لو أنا واقفة هنا عند الإكس دي وعايزة أوصل للW، لو الستبس كبيرة جدا اللي أنا بمشي بيها فهنتقل من هنا لهنا لهنا، وممكن بسبب إن حجم الستب كبيرة جدا أعدي الجلوبال مينيما، ده في حالة اللينير ريجريشن كوست فانكشن، فأعدي الجلوبال مينيما فعمري ما هعرف أوصل لأقل نقطة موجودة هنا لأن حجم الخطوات كبيرة جدا. هنتقل من هنا لهنا زي ما انتم شايفين وبعدين أرجع لهنا،
الخطوة كبيرة جدًا فمش هتلحق تمُر بيها. طيب لو الlearning rate ده قليل جدًا، هاطوّل أوي عقبال ما أوصل لأقل نقطة موجودة. يعني أنا كنت هنا هاقعد أمشي baby steps كده، 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 كده لحد ما أوصل لدي، الtraining process هتبقى طويلة، هاطوّل. زي ما يكون مثلًا شخص بيمشي بطيء وشخص بيمشي سريع وهو بيدوّر على حاجة. الشخص اللي بيمشي بطيء ده هيطوّل أوي عقبال ما يوصل لحاجة، الشخص اللي بيمشي سريع ممكن تعدّيه الحاجة اللي هو بيدوّر عليها عشان متلهوج ومش مركّز. فمهم جدًا اختيار الlearning rate بكفاءة عشان هيأثّر على الtraining process. طيب هو بتبقى قيمة آآ الlearning rate بتبقى قيمة ما بين ال0 وال1، فمهم إن إحنا نختارها كويس. recap سريع إنه الgradient أو الميل كنا بنعرف منه الاتجاه بتاعي، الاتجاه بتاعي هيبقى ماشي إزاي، هامشي في اتجاه الجبل والّا عكس اتجاه الجبل. يعني بمعنى آخر كنا بنعرف هنزوّد القيمة بتاعة الW والّا هنقلل القيمة بتاعة الW. الlearning rate بيعرّفني حجم الsteps اللي أنا هامشيها. طيب بعد كده بنعمل إيه؟ إحنا عرفنا هنمشي في أنهي اتجاه، وعرفنا هنمشي قد إيه، ناقص إيه؟ ناقص ننتقل بقى. يعني أنا عرفت هاروح المكان ده، وعرفت هامشي إزاي في المكان ده، هامشي قد إيه للمكان ده، ناقص إيه؟ أركب بقى وأروح للمكان ده. يعني أنا هنا وعايزة أروح قيمة الX الكبيرة دي هي دي قيمة المكان اللي أنا عايزة أروحه، عايزة أحسبها. خلاص أنا بقى معايا دلوقتي كل حاجة عشان أقدر أروح للمكان ده، الاتجاه والمقدار اللي أنا هامشيه. ففي قانون عشان نحسب الW الجديدة زي ما أنتم شايفين الnew W بنحسبه إزاي؟ الnew W equal الW الold اللي موجودة عندي minus الlearning rate اللي هو بيتحكم في حجم الsteps اللي هيمشيها في الpartial derivative للcost function بالنسبة للW. ده اللي هو إيه؟ ده اللي إحنا قُلنا بمثابة إن إحنا بنحسب الميل عشان نعرف الاتجاه بتاعي. ده اللي أنت المفروض تعرفه. طيب إحنا قُلنا الكلام ده على one parameter اللي هو الW. إيه النظام بالنسبة للB؟ نفس النظام. لو عندنا parameter واحد هو لو عندنا أكتر من parameter، نفس الخطوات بالضبط. بنبدأ بقيمة مبدئية لل لكل parameter وهنفترض إن هي 0، نحط الW ب0 والB ب0، وبعد كده بن بنعمل إيه، بنحسب الslope بتاع الpoint عند كل واحدة، وبعد كده بن بنupdate الparameters عن طريق الrule اللي أنتم شايفينه ده. بس الفرق بقى في الميل بقى عند كل واحدة بنحسب الcost function الpartial derivative للcost function عند يعني بالنسبة مرّة بالنسبة لW ومرّة بالنسبة المعلومة الوحيدة اللي أنا هأكد لكم فيها عن الجزء ده إن إحنا بنupdate الاتنين في نفس الوقت، يعني مش بنupdate ده وبعدين بنعوّض في ده، دي معلومة مهمة جدًا. طيب recap سريع، الgradient descent بيشتغل إزاي أو هيوقّف إمتى؟ إحنا قُلنا إن إحنا بنبدأ بقيمة مبدئية، القيمة المبدئية دي ممكن تبقى random value بس إحنا متعودين في الmachine learning بنستخدم إن القيم دي يعني القيمة المبدئية تبقى 0. آآ بعد ما نبدأ بقيم مبدئية بنحسب الcost function عند كل واحدة، ويعني زي ما أنتم شايفين في الرسمة كده. بعد كده بنحسب الgradient اللي هو الميل عند النقطة دي، النقطة المبدئية اللي إحنا حسبناها، عشان نعرف الاتجاه اللي إحنا هنمشي فيه، وبنحسب لكل الparameters اللي موجودة، في حالتنا الW والB. بعد كده بنعوّض في قانون اللي هو بتاع update الparameters. ليه؟ عشان ننتقل بقى للنقطة الجديدة، إحنا عرفنا هنمشي قد إيه، وعرفنا الاتجاه بتاعنا، ناقص بقى إن إحنا ننتقل، نركب ونروح، زي ما أنتم شايفين هنا كده. بنعوّض في ال2 rules دول. بعد كده بنقعد نكرر العملية دي، ننتقل من خطوة للتانية زي ما نكون بنتمشى كده، نحسب الميل نحسب الميل وبعدين نعوّض في القانون بتاع الupdate الparameters. بس بنقعد نحسب الميل ونupdate لحد إمتى؟
بنقعد نupdate لحد ما الgradient يوصل ل0. فمرة هنقعد نحسب الميل، فهنلاقي الميل بقى 0، خلاص كده أنا عرفت إن أنا وصلت للglobal minimum. طب ليه الglobal minimum الميل بتاعها زي ما أنتم شايفين، لو خدنا مماس عند النقطة دي كده هنلاقيه إيه؟ موازي للx axis. فده كده الslope بتاعه قد إيه؟ الslope بتاعه equal 0. يبقى أنا كده وصلت أقل نقطة، وبالتالي وصلت أقل cost function ممكنة، وأحسن parameters، وبالتالي أحسن خط بيفت الdata اللي موجودة عندي. أتمنى تكونوا فهمتوا الgradient descent شغال إزاي كويس. في نهاية الفيديو حابة أقول لكم إنه الgradient descent مش بيمشي عشوائي، وهو مش سحر، هو بيستخدم معلومة رياضية اللي هو الgradient عشان يوصل أو ينزل لأحسن نقطة بسرعة. بس كده. لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو عشان يوصل لناس كتير. Free audio.